هتقول ايه يا ابني لما تيجي تقدم لواحده؟ في المصوراتي وفي الطبال اهلي اعترضوا، هم بيحبوني لكن مش بيحبوا اللي بعمله. اوصف لي عشريناتك في كلمه. مايندسيت النجاح ده هو مايندسيت العيشه، مش اوكي. مايندسيت الشغل. عادة الولاد قاعدة توكسيك. صحابك اللي بيتريقوا عليك ده اتعاملت معاه ازاي على الموضوع؟ انا مارينا انا ناجح. اي شخص هيتريق هيبقى معذور. النجاح والسعاده في الاغلب يعني بيكونوا مربوطين ببعض، فانا علشان اكون شخص سعيد في الاغلب بحس ان انا انجزت شيء او نجحت في شيء. وهنا الناس بتقع لما بتحط لنفسها سقف عالي قوي في النجاح وما بتقدرش تظبط سعادتها معاه. حاسس ان انت عرفت وانت عندك 20 سنة انت عايز تعمل ايه؟ ممكن اقول لك حاجه عمري ما قلتها في اي حته قبل كده مثلا. العشرينات هي المعنى الحقيقي للتوهان، سن دايما بنبقى متلخبطين فيه ايه الحاجات اللي المفروض نكون بنعملها عشان ننجح، سواء ننجح في حياتنا الشخصيه، حياتنا العمليه، علاقتنا باهلنا وكل الحاجات دي. في البودكاست دي بيقدمها لكم انا ماريا حداد، ومعايا النهارده حد بالنسبه لي كده ديفينيشن النجاح بيكون دايما مختلف من شخص لشخص، وعجبني قوي ان احنا في البودكاست ده بنحاول نكون بنتكلم على ديفينيشنز النجاح باشكال مختلفه كتير، وده عملناه في الحلقات اللي فاتت وبنعمله في الحلقات اللي جايه. فديفينيشن النجاح ممكن يكون مختلف، سواء ممكن تكون فريلانسر عندك بيزنس بتاعك، سواء عندك تالنت معينه ممكن تكون بتعمل منها فلوس. وبالنسبه لي من الحاجات الحلوه لو حد عنده تالنت والتالنت دي قدر يكون بيطورها، والاحسن والاحلى واللي بالنسبه لي اكستريملي امبرسيف لو عرف يكون بيعمل ده كمصدر دخل ليه، ومنها يعمل حاجات تانية كتير. معايا النهارده اكزامبل للموضوع ده في حاجات كتير قوي عملها، سواء على البيزنس، سواء الفريلانسنج، سواء ان هو عنده تالنت وان التالنت دي يعرف يعمل منها فلوس. معايا مارينا المصري. هاي ازيك؟ الحمد لله. عامل ايه؟ الحمد لله. هحاول اعمل نفسي ما اعرفكش، اي ان احنا ما نعرفش بعض، وهسالك بقى شويه اسئله كده. قول لي عندك كام سنه؟ 28 سنه. اوصف لي عشريناتك في كلمه. ممكن اقول رولر كوستر، بس دايما بتطلع. يعني ايه دايما بتطلع؟ يعني دايما يعني العشرينات دي كانت فترة التطور اللي في حياتي كلها. يعني قبل كده كانت فترة العبط والضياع اللي ما فيهاش اي اتجاه ممكن نقول. بس من بداية العشرين بالظبط وهي كانت فترة الاتجاه، ممكن اسميها كده. يعني الرولر كوستر دايما اب اند داون، فيبقى اب بس داون في الاب قصدك؟ بالظبط، يعني انا بطلع وبنزل بس دايما السلوب بيطلع. دايما بحس بتطور في وقت كنت حاسس دايما بتطور في وقت العشرين. واشمعنى من اول 20 حسيت ان في فرق؟ يمكن من وانا صغير بدور على حاجات كتير اعملها، بس في وقت بس باي ذا تايم اللي بقيت فيه اللي تميت فيه او دخلت فيه العشرينات كان الوقت اللي لقيت فيه الاتجاه بتاعي، اللي لقيت الحاجات اللي ممكن اكون عايز اعملها واكمل فيها. فابتديت اطور من الحاجات دي وابتديت اطور من نفسي انا شخصيا. فدايما بقيت حاسس ان ده الوقت اللي بكبر فيه. وكتير قوي اللي يشوفونا مبيبقوش عارفين يوصلوا لحته انا عارف انا عايز اعمل ايه. حاسس ان انت عرفت وانت عندك 20 سنه انت عايز تعمل ايه؟ عرفت انا عايز اعمل ايه من وانا عندي 18 19 سنه مثلا. قبل كده ما كنتش عارف اي حاجه، بس في الوقت ده عرفت. وده سن بدري قوي على اي حد انه يعرف هو عايز يعمل ايه. ويمكن انا ما كنتش عارف انا عايز اعمل ايه ساعتها، لان انا عملت حاجه، ابتديت بحاجه معينه اتجهت فيها في حياتي وما كملتهاش بعد 3 4 5 سنين. وبعد كده دخلت في النص في حاجه تانية ومكمل فيها، وبعد كده دخلت في النص في حاجه ثالثه، وبعدين دخلت في حاجه رابعه، وبعدين دخلت في حاجه خامسه. فمش شرط ابقى عارف عايز اعمل ايه واكمل فيه بقيه حياه عمري. احكي لي على ده اكتر، يعني انت ابتديت ايه وعملت ايه ومنين عرفت ان ده اللي انت عايزه؟ وانا عندي 19 سنه ابتديت اصور. لقيت ناس بتعمل فيديوهات بالكاميرات الصغيره اللي احنا بنصور بيها دي، الدي اس ال ار. وكنت متخيل ان انا اقدر اعمل حاجه زي دي. فكل اللي عملته اني حوشت سنه وبعد كده اشتريت كاميرا. كان ساعتها 5D Mark 3 2014 15 حاجه زي كده. ايام كانت الكاميرا ب 15,000 جنيه التوب. اشتريت الكاميرا دي وابتديت اتعلم اونلاين اعمل ايه. ايام ما كانش في حاجه اونلاين بتعلم الكلام ده. وقعدت احاول بقى اصور اي شيء لحد ما طلعت منتج شكله لذيذ قوي، زي الحاجات اللي احنا متعودين نشوفها دلوقتي يعني. بس كان ساعتها بقى من 8 9 سنين كانت شيء مختلف قوي. فمن هنا عرفت اني ممكن اعمل فلوس من الموضوع ده. طبعا حاولت ابيعه وفشلت، بس من هنا برضو اتعلمت البيع.
حاولت تبيع ايه؟ ابيع الفيديوز اللي انا ممكن اكون بعملها دي. تبيع السيرفيس بتاعتك يعني. اوكي. اكشلي عملت فيديوهات لناس، وبعد كده حاولت اقول لهم ممكن فلوس، يقولوا لي لا مش عايزين، لا مش عايز. احاول اعرضها على حد حتى ببلاش، يقول لي لا مش عايز اعملها، مش حاسس دي مش حاجه. برضو ايام ما كانتش معروفه قوي، لحد ما ده بقى شيء. فكنت من اوائل الناس اللي بدات الموضوع ده. then ابتديت اعلم التصوير. لما ابتدى يتشهر شويه ابتديت انا شخصيا اتعرف بان انا بعمل الحكايه دي. كان عندك كام سنه ساعتها؟ 20 21. اوكي. يعني كنت بتعلم الناس تتصور وانت عندك 21 كنت سنه؟ بدي كورسز وانا في الجامعه. يعني انا دخلت الجامعه طازه لسه، وانا عندي زربيح ستودنتس، ممكن نقول في درست 200 طالب قبل كده توتال. وكنت داخل لسه بقى الجامعه، بيقولوا لي اعمل ايه الهوم ورك بتاعي النهارده في الجامعه. ماشي طيب. وده كان بالنسبه لك عامل لك اي مشكله ان انت حسيت ان الجامعه انت بتعمل فلوس اوريدي وانت في الجامعه؟ حسيت ان الجامعه دي بالنسبه لي انا جوك. يعني الجامعه ده هزار، لو احنا داخلين بنعمل ايه هنا؟ انا ليه بتعلم اكتب السايتيشن بتاع الكلمه اللي انا بكتب اسي في الانجليش؟ ليه بتعلم اكتب السايتيشن تحت اللي هو الاقتباس، احنا خدنا الحته دي منين الاقتباس بتاعها؟ ليه لازم احط هنا بتاع واكتب اول كابيتال مش عارف واخر واحد اكتب انا ده هستفيد في ايه في حياتي؟ لو انت هتخش في فيلد اكاديميك هتستفيد عشان بالزبط. يعني بس ده بيدرس بقى دلوقتي في سنه اولى لجميع البشر. اوكي. ما عشان لو هتختار اكاديميك كارير، ما هو في حد ممكن يكون عايز يخش اكاديميك كارير عادي مش فارق له. ولما اتكلم فيه انه ديفينيشن النجاح بالنسبه لك عامل ازاي، فانت ديفينيشن النجاح بالنسبه لك عامل ازاي؟ ممكن نقول ان ديفينيشن النجاح تتغير على مدار السنين، على مدار اللي اتعرضت له. علشان طول الوقت ببقى شايف ان وجهة نظري بشوفها واسعة قوي. اول ما بكبر شوية انا هي ستيل واسعة، انا مقتنع ان هي واسعة وانا شاطر قوي صح. بس برجع لورا شوية فبشوف ان في اوسع ما كنتش عارف انه موجود اصلا. كل شوية ديفينيشن النجاح بيبقى قد كده وبيفضل يكبر. ممكن نقول في الاول كان يمكن النجاح بالنسبة لي هو ان انا اعمل حاجة بحبها. فده عملته كتير قوي. يمكن بعد كده النجاح بيقول انك تبدأ تعمل فلوس بدون ما تريفير للجامعة او لان حد يعلمك حاجة او كده. ممكن نقول انك تعمل فلوس لوحدك من غير ما تتوظف. ممكن تقول انك النجاح بعدها يبقى ان انت تعمل فلوس اكتر ازاي. ممكن نقول النجاح بعدها انك ازاي تعمل علاقات قوية وتقدر تستغلها صح. في نفس الوقت الناس دي علاقاتك دي هم كمان يقدروا يستغلوك صح. ممكن بعد كده نقول النجاح ازاي تقدر تفرع نفسك انت شخصيا، ما تبقاش انت ديفينيشن حاجة، انت تبقى اي شيء. فده كان ديفينيشن النجاح في يوم من الايام. يعني انا عايز ابقى ايه النهارده؟ هبقى الشيء ده. عايز ابقى بشتغل كذا هشتغل كذا، عايز اتطور في كذا هتطور في كذا، عايز اتعلم كذا هعمل كذا. ايه رايك في السي بتاعت صاحب بالين كداب؟ اللي قالها كداب. هو ما يعرفش. اشمعنى؟ في ناس تقول لك ركز في حاجه واحده بس وانجح فيها، لحد ما تعرف ازاي تعمل حاجات تانية من غير ما تركز فيها. بمعنى يعني ابقى اي ماسترد حاجه واحده وبقيت شاطر في حاجه واحده وبعدين اخش في اللي وراه. في سكيل واحده لو عملتها، لو عرفت اتعلمها، هقدر اعمل حاجات تانية معاها. هي ازاي اعمل حاجه من غيري، ازاي اقوم let's say business، ازاي اقوم business من غير وجودي الشخصي. فالسكيل دي if you mastered انت تقدري تقومي البيزنس ده مثلا، وبعد كده تبقي موجوده فيه وتركزي فيه شويه، وبعد كده تخلعي، وبعد كده تقومي حاجه تانية وتخلعي، وتبقي بت اوفر فيو بس اللي بيحصل هنا، وبعدين اوفر فيو بيحصل وهكذا. فما بقاش صاحب بالين، بقى صاحب 100 بال، وكل واحد بقى مجرد بس عارف، وكل واحد فيهم بقى عارف ازاي يمانج الحاجه دي او عارف يوفر لوك عليها. طب هو ده مش كده يبقى بال واحد، بال البيزنس؟ طب وبال النجاح الاسري مثلا، وبال النجاح الروحي مع ربنا، وبال النجاح الاجتماعي مع البشر. فالجملة دي معمولة علشان شخص يحط شخص تاني في سيف زون ويحجمه، مش علشان ده الطبيعي بتاع الناس او ده اللي المفروض يكون بيحصل مثلا. اوكي. طب دلوقتي بقى وانت 28 سنة، ايه الديفينيشن النجاح بتاعك دلوقتي بعد كل اللي عديت بيه من وانت 18 سنة؟
والله دلوقتي الموضوع definition النجاح دلوقتي واسع قوي. بس انا حاسس ان هي حاجه ongoing. انا حاسس ان النجاح هو النجاح، مش ان انا نجحت او هنجح. هو نجاح، هو مايند سيت النجاح. اني بقيت اسمع جمله كتير قوي، لا مش هعرف اعملها، مش هعرف اعملها. طب جرب كذا، لا مش هعرف. في الشركه عندي مثلا الشباب اقول لهم هنعمل كذا، لا مش هعرف اعمله. هل ده لما نبص عليه من بعيد كده ونقول ده شخص ناجح؟ حد كده ماشي في الشارع كده معدي هيقول ده شخص ناجح؟ ما هو بيقول مش هعرف. فبقى النجاح بالنسبه لي دلوقتي هو ان انا ما اقولش مش هعرف، هو اقول هعرف، وحتى لو انا مش هعرف هعرف، لان عندي المايند سيت ده، عندي طريقه التفكير اللي بتقول لي انا هعرف اتعلم ازاي وميك ات هابن. بس انا حاسه ان ده الديفينيشن بتاع النجاح بتاعك من زمان، عشان واحنا بنبريبير كده للحلقه وبصينا على فيسبوك بتاعك، فانت عندك سي دايما بتحطها في كل بوست، انه انا مارين انا ناجح، انه وات ايفر انا هدخل فيه انا هنجح فيه. فمش شايف ان ده الديفينيشن بتاعك من زمان ما اتغيرش؟ ممكن اقول ان بيدخل تحتيه سب ديفينيشنز. اني اقول ان انا ناجح ده المايند سيت اللي انا بختار اعيش بيه. الديفينيشنز اللي تحتيه او السب بولت بوينتس اللي بتنزل تحت كلمه انا مارين انا ناجح دي، اللي بنهزر عليها انا واصحابي قد كده، انه ازاي ابقى ناجح مع عيلتي، ازاي ابقى ناجح مع الشباب في شغلي، ازاي اقدر اتعلم اكتر عن شيء جديد انا بعمله، وهكذا. طيب نرجع للسي بتاعت انا مارين انا ناجح، وانا اصحابك بيتريقوا عليها وكل الكلام ده، عايزين نقف عند السي دي شويه. انت بتحطها من امتى على البروفايل بتاعك؟ من يوم ما عرفت ان في حاجه اسمها فيسبوك. طيب وانت بتحطها شايف ان دي كانت حاجه فارقه معاك ان انت تبقى بتكلم نفسك بطريقه بوزيتيف، او بتكلم نفسك ان انت بتخلي نفسك تصدق فيها انه فعلا انا هعرف اعمل الحاجه دي، فانت بتافيرمت، يعني مش عارفه الكلمه بالعربي ايه، بس بشجعها، بكلمها حلو، مش بكلمها بالنيجاتيف عشان اعرف اوصل للحاجه دي. فشايف دي حاجه مهمه قد ايه، وفرقت معاك ازاي، وليه من وانت صغير شايف انا مارينا انا ناجح؟ انا عندي بريفليج ان انا شفت نفسي فعلا ناجح، صدقت ان انا ناجح. محدش وصف لي النجاح ده بيتعمل ازاي غير في المدرسه طبعا. وانا عمري ما اقتنعت بالنجاح ده، النجاح الدراسي ده، ان هو ان هو بيديفاين الشخص. فكنت لاكي انف ان انا ما عنديش ديفينيشن تاني للنجاح، فانا اللي حطيت الديفينيشن بتاعي. فقلت لنفسي اني ناجح، بس بكل العبط اللي في الدنيا. فبكل العبط اللي في الدنيا بقيت ناجح برضو. هو اقتناعي الشخصي بالموضوع، اذا انا مقتنع ان انا على قدر معين من ان انا اعمل حاجه هعملها. لو انا مش مقتنع، لو انا ما عملتهاش، يبقى انا مش مقتنع بيها، او انا مش مقتنع ان انا اقدر اعمل الشيء ده النهارده. عايز ادي اكزامبلز، يعني عايز ابقى ادي اكزامبل في اي شيء انا كنت بعمله مثلا قبل كده، بس لما نخش فيه في الحلقه. بس اي شيء انا مش بقتنع بيه مش بعمله، اي شيء انا بقتنع ان انا هقدر اعمله بيتعمل. بس شايف ما هو بقول لك انه ان انا اكلم، يعني دي حته ان انا اكلم نفسي بوزيتيفلي او اكلم نفسي بطريقه ايجابيه، فاقدر اصدق ان انا هعرف اعمل ده، لان انا ما اقتنع هعرف اعمل الحاجه لو انا مقتنع ان انا بعرف اعملها. كان الحته التانية كنا بنتكلم قبل ما نبتدي انه ان انا اعرف اعمل اي حاجه طالما ده عملها انا اعرف اعملها. شايف ده ازاي؟ بغض النظر عن الريسورسز او الموارد اللي عند كل بني ادم ممكن يستخدمها ازاي، كل واحد بيصدق في نفسه. ايه مش مقتنعه ان الريسورسز ما تفرقش من كل حد لحد. لو اعتقدنا ان كل الناس معاهم نفس الريسورسز اللي في الدنيا بالظبط، ماشي، كل واحد هيجو as far as تصديقه في نفسه. يعني احنا الاثنين معانا 100,000 جنيه، ماشي، وقلنا ان احنا الاثنين ممكن كل واحد اسرح بخيالك، انت عندك، احنا الاثنين عندنا نفس الموارد بالظبط، هنشوف هنطلع ايه بال100,000 جنيه. في واحد بكره هيشتري يا عم معاك 10 مليون جنيه، في واحد هيشتري عربيه وشقه وهيسافر. حسيت 100,000 شامبي حاجه دلوقتي يا عيني. وهيسافر وهيكسر الدنيا ومش عارف ايه. بعد سنه ما معهوش 10 مليون جنيه. في واحد تاني هيفتح مشروع، بس النولج بتاعته في المشاريع او في البيزنس وقفته عند ان هو اشترى حاجه بس بدون الدراسه الكافيه او بدون العلم الكافي انه يكمل بيه. فبعد السنه دي البيزنس بتاعه كان قايل للسقوط، بيقع، والبيزنس وقع فعلا.
واحد تاني بعد نفس السنه بنفس ال10 مليون جنيه عمل بيزنس النهارده قيمته 50 مليون جنيه. اي بس دول الريسورسز مش واحده، لان ده كان عنده نوليدج والتاني ما كانش عنده نوليدج. فده النوليدج بغض النظر ممكن يكون اكتسبها مع الوقت، وممكن يكون لا لا، وهو داخل انا عندي ما النولج، اكتسبهاش. احنا الاثنين عندنا النولج. يعني احنا التلاتة ايكوال في كل حاجه. ما انا ما عنديش ريسك فاكتور مثلا، ما عنديش حاجه تقول لي ان انا اول ما هقع انا هعرف ازاي اقوم. ما هو انا ما صدقتش في نفسي ان انا اقدر اعمل ده. مم. فلو وقعت وانا عندي نفس الريسورسز بتاعت الشخص التاني انا مش هقوم عادي خالص، لان انا عارف ان هي كده، هي باظت كده. لكن حد تاني باظت ايه، انا وقعت، انا كده ما فشلتش عشان انجح تاني، انا كده في خطوه من خطوات النجاح مثلا، انا في خطوه من خطوات ان انا اوصل للشيء اللي انا عايزه. ان انا بتعلم مثلا انا بتعلم. ما هو الناس هتتريق عليا لو انا في حاجه بعمل حاجه جديده. والله انا هجيلك في حته التريقه والناس ماشي. ده توبيك لوحده، خليه لا تحرقوش. فما هقع وهقوم، بس في حد تاني اول ما هيقع هيشوف حاجه تاني. فالمايند سيت التعليم انا اعتبرهوش من الريسورسز يعني، بس المايند سيت ده لو كل الناس معاها نفس الحاجه بالظبط، المايند سيت هو الحاجه اللي هتفرق حد عن التاني. I agree ان المايند سيت بيفرق لحد عن التاني، بس خلينا طب نرجع ليك انت. مش حاسه ان definition النجاح بالنسبه لك is all about ان انا كنت هقول احقق success، بس هي بس هي بالانجلش حاساها مختلف. انك تحقق، مش حاسس يعني ممكن success انه ابقى مبسوط في حياتي، ومبسوط دي تحتيها حاجات مختلفه كتير. success بالنسبه لي او نجاح بالنسبه لي ان انا ابقى بعمل الحاجه اللي انا بحبها وقادره تغطيني، تخليني عندي استدامه في العيشه، ان انا كل حاجه قادره اغطي مواردي او الحاجات اللي انا محتاجه اعيش بيها، او اتجوز لو انا ولد او كده. ومنها ان انا بنجح في حياتي العمليه. مش حاسه انه كله محطوط في حته الحياه العمليه. فشايف انه عشان كنت بقرا كتاب كده قبل كده من 3 سنين او حاجه لما كنت بسيب شغلي، عايزه كنت بحاول اقنع نفسي ان الكارير مش بيديفاين مي كشخص. فلو قلت لك شيل الكارير وهتديفاين نفسك كشخص، هتعمل ايه؟ انا ما جبتش سيره الشغل وانا بقول لك انا المايند سيت بتاعي ان انا ناجح. مايند سيت النجاح ده هو مايند سيت العيشه، مش مايند سيت الشغل. ماشي. ف النجاح والسعاده في الاغلب يعني بيكونوا مربوطين ببعض. فانا علشان اكون شخص سعيد في الاغلب بحس ان انا انجزت شيء او نجحت في شيء. صح. لما بعمل لما ما اقدرش اوصل لحته معينه، مثلا انا نجحت لحد كاب معين، لحد ليميت معين، هبقى سعيد بيه وهقول ان انا نجحت. بينما حد تاني النجاح القوي اللي انا فيه ده ممكن بالنسبه له يكون فشل الفشل مثلا، فهو مش سعيد، فهيفضل يعمل لحد ما يبقى سعيد بالنجاح اللي هو وصل له ده. فكل واحد هيفضل سعيد بالكاب اللي هو هيرسمه لنفسه. فنرجع تاني لفكره انا بالمايند سيت بتاعي، نجاحي باللي انا هصدقه في نفسي. لو انا اصدق ان انا هطلع كده، هفضل اسعى لحد ما اكون سعيد بالنجاح اللي انا وصلت له، الحته اللي انا متخيل نفسي فيها. وهنا الناس بتقع لما ما بتقدرش، لما بتحط لنفسها سقف عالي قوي في النجاح وما بتقدرش تظبط سعادتها معاه. انا عايز ابقى سعيد بس انا لسه فاشل، فيفضل في الجاب القوي اللي ما بين التعاسه والفشل. ايه لسه فاشل؟ ما هو لسه فاشل دي ايه؟ هو مقتنع انه يقدر يعمل كده بس مش ما بياخدش خطوات مثلا انه يعمل كده او حاجه كده. دي ممكن تكون ان هو عايش دور الضحيه، بيبليم اللي حواليه مثلا. ممكن يكون انه ممكن يكون ان هو ينجح ان الناس تحبه مثلا، ينجح انه يكون شخص مؤثر، ينجح انه يكون انسان معطاء بيقدر يدي، بس دايما عنده حته بتحاربه ان هو مش عارف يعمل كده. اوكي، فدايما في فرق ما بين السعاده والنجاح. فهنا الناس بتقع في الفرق ده، ان انا سعادتي هتوصل لما نجاحي يوصل هنا، بس انا مش عارف اوصل له. ما هو لو وصلت زي ما الناس اللي بتعمل فلوس كتير قوي 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 بتوصل، بيبقى معاها فلوس كتير برضو they're not happy. انا ما جبتش سيره الفلوس برضو. انا فاهمه قصدك. انا هقول لك قصدي ايه. انه بحس ان في حته ناقصه في الدايلاما دي، وهي الرضا عامه. مش الرضا بان انا وقفت في حته وما كملتش، يعني اللي هو نصيبي كده بقى وبتاع ده، لا، ده انه انا استسلمت للظروف واستسلمت ان انا مش عارفه اعمل حاجه، بس انا ابقى راضي عامه عن اللي انا فيه. عشان مهما وصلت ساعات ما ببقاش راضي، عشان دايما ببص غيري ان هو في حته احسن. ما انا لو بقارن بكل شفتي السعاده والنجاح، الرضا هو الاستك اللي ما بينهم، هو اللي بيشدهم لبعض. فانا لو سعيد قوي
بس مش عارف ابقى ناجح. سوري، انا مش عارف ابقى ناجح، بس انا عندي السعاده دي او عايز اكون شخص سعيد وعندي القرار ده. الاستك اللي هيشدهم من بعض، يا اما هنجح لحد ما ابقى بالسعاده اللي انا عايزها، يا اما سعادتي هتنزل للليميت اللي انا حاطه لنفسي. فالاستك بتاع الرضا ده هيشد، بقول انا راضي انا راضي انا راضي لحد ما ابقى سعيد بالنجاح اللي انا وصلت له ده في اي اسبكت في الحياه. اوكي. طب بالنسبه لسيدي برضو صحابه كانوا بيتريقوا عليها عشان كنا بنتكلم في حلقه بتاعت بولا ان قعده الولاد قعده توكسيك، ان هم بيقعدوا يصفوا على بعض قوي لما يجوا عايزين يعملوا اي حاجه. انت شايف انه ان قعده الولاد ممكن تبقى توكسيك؟ انه ايه يا عم، شوف اللي مريم بيكتبوا بقى وبيحط بوست كل شويه ان هو ناجح ومش عارفه ايه وكده وبتاع، وبعدين هل ده اثر عليك؟ وشايف ازاي الواحد يتعامل مع لو هو في توكسيك انفايرمنت عامه؟ مش بقول ان صحابك توكسيك انفايرمنت او ما اعرفش، بتاثر عليه بالنيجاتيف، المفروض يتصرف ازاي؟ ادي سؤال واحد. انا بسالك حاجات كتير في نفس الوقت. صحابك اللي بيتريقوا عليك ده اتعاملت معاه ازاي على الموضوع انا مارينا انا ناجحه؟ كانت كلمه كرنج فهم بيتريقوا عليها، بس حقهم يعني ايه يتريقوا عليها. كرنج؟ بس عشان اكتبوا لي تحت انا مش عارف تكلميش يعني ايه عربي كرنج، ليه؟ يعني ايه يعني كرنج يا جماعه؟ بتخليه كده كليشيه، ما كليشيه اقولها برضه. ازاي؟ كلمه ماشي. هي كده اللي مش شايف ايه؟ ما هو في ناس بتسمع البودكاست هيشوفوا شكلنا ازاي. الكلمة اللي هي يعني مش عارف. كرنج. كرنج. خلاص يا جماعة دوروا عليها بقى عشان ما تقتلوناش في الكومنتس. اتفضل. شايفين ان الكلمه دي كلمه كرنج؟ انا مارين انا ناجح ناجح. ماشي خلاص. لو هي شاطر يا حبيبي، برافو عليك. بس ممكن نقول ان هم مش عارفين الشيء اللي وراها، او مش عارفين المايند سيت اللي وراها. فاي شخص هيتريق هيبقى معذور. بس هم يمكن عاشوا معايا في الحاجات دي لحد ما بقوا متعودين على ان انا شخص ممكن اديفاين نفسي كشخص ناجح. فاي شيء اي شيء بخش اعمله دلوقتي خلاص انا وهم مقتنعين كويس قوي ان انا هقدر اعمله. مش علشان معايا ريسورسز فلوس، علشان ده المايند سيت بتاعي. لما بتكلم مثلا مع حد من صحابي في ان هو يعمل حاجه جديده، ازاي يكبر مثلا في حياته في حاجه معينه، ازاي يكبر في شغله الحالي، ازاي يفتح حاجه ليه لنفسه لوحده مثلا او كده، بيقولوا لي حاجه لذيذه وبايخه في نفس الوقت. لذيذه بالنسبه لي، بايخه بالنسبه لهم. ايوه اصلا انت تعرف تعملها. انا بص، انا في الحته دي، يعني انا مش هعرف اروح في الحته دي قوي. طيب لو هنيجي لحته التريقه والسف وكده، حاسه ان انت عديت بده كتير قوي في حياتك. يعني انت اخترت حاجات مش الحد العادي يكون بيختار ان هو يبقى ده شغله. في الاول اتجهت للتصوير مصوراتي، وبعدين اتجهت للطبلة. طبال. فانت كنت بتاخد الموضوع ده ازاي؟ انه مارين بقى بيشتغل مصوراتي وبعدين ايه ده مارين بقى طبال والكلمة في السوسايتي بالنسبة لهم حاجة. انا سعيد ان انا غيرت المفهوم ده للناس اللي حواليا. من 10 سنين ايام ما مصوراتي دي كانت كلمه تقيله قوي، كان ايام ما الشغلانه كانت لسه جديده ما طلعتش. استوديو غزال يعني كانت بالظبط كده. مع الحب يعني. استوديو غزال. مش قصدي يعني. ايام ما الشغلانه كانت شغلانه الى حد ما للاسف لو كلاس او شغلانه مهينه لبعض الناس. انا سعيد ان انا غيرت المفهوم ده للناس اللي حواليا. يعني اديت لها شكل مختلف شويه، واي ريديفايند او غيرت مفهوم التصوير ساعتها. وانت ممكن تقول الناس كنت بتعمل ايه؟ عشان مش حاسه ان معظم الناس عارفاك في حته الطبله بس. فمارين قبل الطبله كويك بايو. كنت مصور ومخرج فيديوغرافي. كنت عملت يعني من اول الناس، اول عدد ناس على الصوابع في مصر مثلا تعمل الفيديوغرافي، اللي هو التصوير بالكاميرات الصغيره اللي بيطلع كواليتي عالي، اللي هو ستايل مثلا السينماتوجرافي بيقولوا عليه، السينماتوجرافي بتاع الافراح والحاجات دي. وانه اروح اصور حاجه بقى اللي هو اخش بالكاميرا للعربيه وافتح الحاجات بالظبط، دلوقتي بقت معروفه الجديد يعني. اللي هو دلوقتي العادي بتاعنا. كنت بعمل ده في الاول، ومعايا اخراج
وبعدين كنت بدرس الحاجات دي، وبعد كده اشتغلت في الطبلة في الافراح والحفلات وبره مصر وجوه مصر وهكذا. خلينا نقف هنا لان نكمل ما اكملش الباقي؟ ماشي، ما هو باقي الكومبانيز. يلا. فخلينا في الفريلانسنج مم. فيز يعني. بس هي دلوقتي بقت روشه، بقت انت فريلانسر بتشتغل فوتوغرافر. بس وقتها بقى ما كانش كده. كملي، كنت عامل مع ده ازاي؟ خد منك وقت قد ايه عشان تعرف تكمل في الفقره دي؟ انا غيرت المفهوم ده للناس اللي حواليا، لكن بقيه الناس لسه بدري. فمثلا انا اي فيديو بنزله في الطبلة مثلا لحد النهارده بيعدي ال 2 مليون فيو، بيبدا يشوفوا ناس من بره مصر. فمن بره مصر دول في الاغلب الدول العربيه اللي مثلا عندهم ما ينفعش يبقى فيه اختلاط في الافراح، الستات لوحدهم والرجاله لوحدهم، بينما دي حاجه منتشره جدا في مصر. فكل الكومنتس بتقول ايه، نقولها ازاي بطريقه ذوق فيها انتقاد محترم وغير محترم. فما غيرتش المايند سيت بتاع بقيه الناس، لكن اتليست انا فتحت ماركت جديد في مصر مثلا. بس عشان نبقى بنحط الحاجه في مكانها، انه ما غيرتش مايند سيت الناس في فكره الطبله، مش فكره فرح تعمل ازاي، عشان احنا مش جايين نتكلم على لا، ما هو الطبله برضو جزء من الحاجات اللي في ناس كتير عندها فيها اعتراض ان دي حاجه حاجه مش تمام. مع ان يعني انا بعملها بشكل مختلف خالص عن الشكل المتعارف عليه بتاع الطبال والعلمه والرقاصه والفرقه اللي مش عارف ايه، مع ان ستيل نفس الناس اللي بيتريقوا بيجيبوا الرقاصه اللي ب 150,000 في الفرح عادي، بات ستيل. فاحنا بره المعتقد القديم بتاع، او بره الصوره القديمه بتاعت الطبله دي، بينما لسه في ناس هتتضايق من الموضوع علشان هم بيفكروا بشكل مختلف. كنت حاطط بوست مثلا انه ما انا لما اجي اكون مع حد او ارتبط بحد هيقولوا عليا انا مصوراتي ان انا طبال، بتكلم على الليبلز او اللي انا بحط على حد حاجه. ماشي، في ناس لسه لحد النهارده برضو فانه مزيكاتي دي مش حاجه شيك، انه مصوراتي دي مش حاجه شيك، انه بقى يعني تخيل مزيكاتي بقى بيلعب ايه، بيلعب طبله يعني. في سن معين ابتدى يفهم ان الموضوع ده مقبول جدا، وبقى في بنات وحاجه عاديه، ولاد وبنات بتطبل، بتعمل نفس الموديل اللي اخترعته انا ده من 4-5 سنين. في ناس بتعمله النهارده كتير موت، وبقى شيء متعارف عليه جدا، وبقى شيء يعتبر في عداد العادي. الناس بقت تاخده حاجه، ابتدت تبقى حاجه عاديه شويه. لحد النهارده في المجتمع اللي احنا فيه برضو اهالي مثلا الناس دي، نفس الناس اللي بيعملوها ممكن ما يكونوش مقتنعين. ففي جزء كبير من المجتمع بيقول لا، غلط، طبلة، انت طبال، ايه يا ابني اللي انت بتعمله ده؟ في ناس تاني ايه ده شاطر بجد، انت ناجح قوي، انت الله بجد انت عملت ومش. ففي الناحيتين. طيب لقيت سبورت من فكر بس عشان الموضوع ما يبقاش. لقيت سبورت من مين في الاول؟ لقيت سبورت من اهلك ان انت تعمل الطبلة وتعمل لا طبعا. سبورت مين؟ عشان احنا مش من اول حد على الاقل، بس يعني وجهة نظري يعني انه مش دايما عشان احنا جيلين مختلفين من الاهالي. يعني دلوقتي الموضوع بقى مختلف تماما عن زمان. ففكره انا مش بعيب في اي نوع من انواع الكارير، يعني فكره انه انت ممكن تبقى مهندس. يعني انا عندي حد من صحابي مهندس دلوقتي في المانيا، يعني ما شاء الله يعني مولع الدنيا. فكارير ده كارير كويس لو انت مشيت فيه بالباث الصح. بس قصدي انه ما بقاش لو مش انت كنت زمانك دكتور بدل ما انت جرافيك ديزاينر، كنت قمت لحقت الراجل اللي على الطياره. هي نفس الفكره. بحس انه الاهل ساعات كتير بيتحكموا في الحاجه اللي الاهالي اللي عيالهم يطلعوها. فممكن يكون حد دلوقتي بيحاول يقرر حاجه وباباه عايزه يا اما يكمل البيزنس بتاعه مثلا، فيخش مثلا هندسه عشان هم عندهم حاجه في الهندسه، او يطلع زيه عموما، او يطلع زيه او احسن منه في بوجهه نظر ابوه انه احسن منه. بالظبط. انت كان عندك الريسورس ان انت تعرف تقول لا انا عايز اعمل ده. عملت ده ازاي؟ ماما دكتوره، بابا مهندس، اخويا مهندس، وانا حاجات تانية خالص. عملت ايه مع ده؟ اهلي اعترضوا وكلموني كتير في المصوراتي وفي الطبال وفي حاجات بعد كده برضو حاجات تانية، بس يعني ستيل دول اكتر حاجتين كانوا معترضين عليهم. يعني ايه العبط اللي احنا بنعمله ده؟ هتقول ايه يا ابني لما تيجي تقدم لواحده؟ هتقول ايه لعيالك لما يجوا يقدموا في المدارس؟ معرفش ايه حوارات التقديم اللي ليها علاقه بشغلي دي.
اي ما عيالك الناس هتقول هيقولوا عليك ايه؟ ما عشان ما يسالوه بابا بيشتغل ايه يا حبيبي، فاهم؟ فهم ما هو مش عايز بقى طبال. يقول طبالي ده. يعني كان دايما ردي على الحاجات دي في دماغي هو حاسه الموضوع انه هيبقى هشوف اروش من كده بعدين. بعدين، يعني ايه هيبقى بابا مشهور على التيك توك مثلا مش عارف والله، بعد يعني لما يبقى في بعد طفل بيعرف يتكلم كمان 12 سنه 12 مثلا سنه ولا هيبقى حاجه. بيقول ايه، فاهم؟ وعملت ايه بقى عشان تعرف يعني قلت لا في البيت مش سهل على الحاجه اللي انت عايز تعملها. يعني انا برضو مش ما كانتش لا، بس كان خلاص انا هخش جامعه غير اللي انا عايزاها، وانا كنت مصره جدا ان انا انقل القاهره، ان انا اسكندرانيه اصلا، واعيش لوحدي بيت كنيسه بقى، سكن طالبه واتقابل، بس ابتدي كاريري من بدايتي في القاهره كده. ومامتي كانت راضيه تمام، بس انا نشفت دماغي ان هو ده اللي انا هعمله، ده اللي انا عايزه اعمله. لا 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 بس انا بنت يعني، فكنت لازم اسمع الكلام شويه وبتاع. انت الموضوع عندك اصعب بكتير. انت ولد عندك بريفليج انه طب يا جماعه يعني، وكمان حاسه انك عندك بريفليج اكتر، انت بتبتدي تعمل فلوس. ان انا يعني يا ربي انا هتهان قوي في الكومنتس، عدم طاعه الوالدين بتبقى اسهل شويه لو انت مش بتاخد منهم فلوس. بلاش نسميها عدم طاعه الوالدين، ممكن نسميها ان انا عندي اقتناع وايمان بشيء وهبرسوت او هكمل فيه ماشي حلو لاخره، وهعرف رغم وجهه نظر اهلي. طب لو ما كنتش اثبت لهم انك صح تفتكر كده؟ مين قال لك ان انا اثبت لهم ان انا صح؟ من وجهه نظرهم هم لسه شايفين انه ممكن انا ما اعرفش، انا مش جوه دماغهم، بس مين قال لك ان انا صح بالنسبه لهم او ان انا اثبتت شيء غير ان انا معتمد على نفسي؟ عشان النجاح ممكن النظام يبقى مختلف عن كده يعني عادي، ممكن يكونوا هم بس هم بيحبوني لكن مش بيحبوا اللي بعمله. فاهمه قصدك. ديب شويه كلام مش عارفه هيوصلنا لفين بس ربنا يستر. شايف ان انت بالمصري كده نقول عملتهم وانت فريلانسر، ولا اني احسن يعني بانك انت فريلانسر لفتره ومش قليله وبعدين قلبت على موديل ان انت تكون بتشتغل في شركه؟ ما اشتغلتش في اي شركه قبل ما تعمل شركتك او حاجه؟ عمري ما اشتغلت فول تايمر. عمرك ما اشتغلت عند اي حد في الحياه؟ يعني كنت فريلانسر تحت ناس، يعني هما بيجيبوا شغل وانا فريلانسر معاهم. هم بتاسست تحت حد او كده في بدايه مثلا التصوير؟ بس ما اشتغلتش في شركه. بس مش باسست يعني، كنت حد بيطلبني في شغلانه فبروح اعمل الشغلانه واقبض وامشي، لكن مش ما كنتش شغال بمرتب مثلا قبل كده. اوكي احكي لي على فكره انه تبقى فريلانسر في بدايه حياتك، فرقت معاك ازاي؟ عملت فلوس وانا فريلانسر. عملت فلوس كتير موت بالنسبه لشاب عنده 20 سنه. وممكن اقول لك حاجه عمري ما قلتها في اي حته قبل كده، مثلا اني عملت اول مليون جنيه ان ريفينيو قبل ما اتم 21 سنه. ايام ما كانت مليون جنيه من 9 سنين مليون جنيه، يعني اللي هي في حسبه 10 مليون جنيه دلوقتي مثلا، او 5 مليون جنيه مثلا. فدي بس دي ما كانش معايا مليون جنيه في ايدي ساعتها، انا دخلت مليون جنيه. في فرق ده انا حطيتها لنفسي كده ان انا عايز اعمل ده وعملت ده، بس ما كانش لسه معايا مثلا في ايديا رقم كبير. دخلت فلوس كتير قوي من الفريلانس، وسعري كان ريلاتيفلي اغلى من الناس اللي حواليا. نسبيا اغلى من اللي نسبيا كان اغلى من الناس اللي حواليا، لاني كنت بقدم سيرفيس مختلفه شويه. كنت بقدم سيرفيس كاستمر سيرفيس زي الزفت وانا صغير، ما كنتش بعرف اتعامل مع العميل ازاي. يعني اللي هو كنت بعامل العميل ده على انه عدوي، ده حد اللي هو خد الخدمه اديني فلوس، انت بتتعامل معايا كده ليه؟ مش عايز فلوسك، او هات الفلوس مش هديك الحاجه كده. بس كنت بقدم السيرفيس نفسها، الكواليتي بتاعتها كانت حلو. قدام شويه اتعلمت كاستمر سيرفيس، وان ده شيء مهم، ان انا ازاي اتعامل مع العميل الكويس. عايز ارجع لحته تحديد الكارير ده. شايف انه ازاي اقدر اعرف انا ايه الباشن بتاعي، او ايه الحاجه اللي انا بحب اعملها، او ايه وهل المفروض وانا اجيب فلوس افكر في عشرينات اجيب فلوس، ولا اتعلم، ولا اشتغل، ولا عشان دايما بقابل اي حد في ايفنت كده بحسه انا متاخره، انا مش عارفه. وانت دلوقتي بتقول ما انا عملت اول مليون وانا عندي 21 سنه، فهل ده يعني المفروض يبقى يعني مش حاسه ان انا يعني ده ممكن تبقى حاجه تخليني بعجز اللي قدامي انه ده التارجت؟ هو الانفتاح الاوفر اللي احنا بقينا فيه بقى حاطط ضغط ضخم على الناس كلها، ان انت متاخر، ان انت ما بتعملش حاجه، ان انت فين دلوقتي، انت فين فين نجاحك، فين بهاراتك، فين التكسير القواعد اللي انت بتعمله، فين التداول، انت ازاي مش بتتداول النهارده وبتطلع مليون جنيه في ربع ساعه، انت فين؟
فده ضغط ضخم على الناس كلها، وبقى على العالم كله. يعني خلاص بقت الناس كلها ده اللي هي بتقعد تسمع، بتطلع تسمعه كل يوم. يعني دينا احنا بنعمل بودكاست اهو بنقول نجاح ومش نجاح. وانت لسه قايل انا عملت مليون ان ريفينيو وانا عندي 21 سنه. ما هو ده ضغط ابن حرام على بقيه الناس. يعني انا ليه النهارده اصحى الاقي واحد بيقول في وشي انا عملت مليون جنيه عندي 20 سنه، وانا عندي 35 سنه بشوف بودكاست دلوقتي ومرتبي 3200؟ انا متضايق دلوقتي. لا، انت في مكانك الصح في الوقت اللي انت فيه. وكل شخص يعني، طب هو انا ليه النهارده ما عملتش 10 مليون وانا عندي 21 سنه؟ ما انا اتضايق بقى، مع ان انا شخصيا مضغوط ان انا ليه ما عملتش 10 مليون وانا عندي 21 سنه. بس الضغط ده ضغط مضر جدا وسام جدا، هيخليني دايما مش راضي. فانا المفروض ابقى عارف انا عايز اعمل ايه من وانا صغير. لا طبعا. يعني هو انا لحد النهارده عارف انا عايز اعمل ايه؟ لا، انا كل شويه بيبقى عندي هدف معين بشتغل عليه لحد ما اعمله، وبكون اهداف وانا ماشي في الطريق. بقول انا عايز اوصل هنا، فهعمل 1 2 3 عشان اوصل. انا عايز اوصل لحته ابعد، وهكذا بقعد اعمل كده. لكن بصراحه دلوقتي في الوقت اللي احنا فيه، اي حد هيعمل سوبر لونج تيرم بلانز مش هتظبط. يعني هيبقى، مش عايز اقول هيبقى بيكذب على نفسه او هيبقى بيضلل نفسه، لان العالم بيتغير 10 مرات في اليوم دلوقتي. الاي اي جه فجر حاجات كتيره قوي ما كانش الناس متخيله انها ممكن تبقى بتحصل. الكريبتو كارنسيز اتغيرت حاجات كتير قوي الناس ما كانتش متخيله انها تحصل. السوشيال ميديا جت غيرت حاجات كتير قوي الناس ما كانتش هتبقى متخيله انها تحصل. الانترنت جه غير حاجات كتير وهكذا. فانا هبقى ببلان على ايه؟ مثلا ان انا عندي مثلا في التسعينات مصنع وعايز المصنع ده يبقى بيعمل مش عارف ايه، جت مكنه واحده فورت المصنع بتاعي كله. انا ببلان على اساس ايه؟ ف فانت مش مطلوب منك انك تعرف انت عايز تعمل ايه لبقيه حياتك، ولا عايز تعمل ايه دلوقتي. حتى واحده واحده اقعد اكتشف نفسك واقعد جرب لحد ما حاجه تحس انك سعيد وانت بتعملها. او لو انت هدفك انك تطلع فلوس لانك محتاج يبقى معاك فلوس دلوقتي، لحد ما حاجه تطلع لك الفلوس الكافيه. او انك تبقى بتتعلم علشان انت مثلا احتياجك للفلوس دلوقتي مش هو الحاجه اللي بتسود عليك، فانت محتاج تتعلم لحد ما تقدر تطلع فلوس من حاجه بعد شويه. وهكذا. انا مش مطلوب مني اعرف انا محتاج اعمل ايه النهارده. طب لو انا من حد بيتفرج is inspired ان هو ارتست او بيلعب مزيكا او بيعمل اي نوع من انواع الارت وعايز يبقى ده كارير ويطلع منه فلوس، تديله ايه؟ يعني انا دلوقتي عندي 20 سنه وبلعب جيتار، عارفه ان الكوميونتي اللي انت فيها معظمكم بتطلعوا فلوس من المزيكا. وانا بالنسبه لي دي حاجه لذيذه انه يعني كسرنا القاعده او التابو او انه الكارير بقى هو انه ابقى ان شاء الله حتى ابقى شغال في الماركتنج. يعني عشان اي حد عايز كارير شيفت دلوقتي بيروح للماركتنج، فلو بقى في شويه حاجات كده هي ال بيبقى معناها نجاح. لو انا بقى عايزه انجح في حته ان انا عندي تالنت وعايزه ابقى بجيب منها فلوس، انا مش شخص الاهل ان انا اتكلم في حاجه زي دي خالص. لان وانا ببدا انا كان عندي بريفليج او حاجه تميزني عن الناس اللي ممكن تبدا دلوقتي، اسمها البايونير بريفليج او الحاجه اللي ابتداها. ميزه ان انا اللي ابتديت الحاجه دي. فباخد نسبه كبيره قوي من السوق، فبعمل انا السوق، فببقى انا الاسم اللي الناس بتلجأ له في لما بتفكر في الحاجه دي على طول. بس ده ممكن في الطبلة مش في الطبلة، في التصوير بس ساعتها، ماشي. في الماركتنج في الشركه اللي بعملها دلوقتي، في نوع البيكريز اللي عملته برضو دلوقتي. فالحاجات دي كلها انا بايونير فيها، ما كانش حد عملها قبل كده بالشكل ده. ففي الحاله دي الناس لما هتفكر في الحاجه هتروح للحاجه اللي انا عملتها. لكن لما حد مثلا نقول ان هو عايز يبدا مزيكا النهارده، يقول ان هو هيبدا طبلة بقى، ما انا ممكن اقول له بدي له الليست الحاجات اللي هيعملها بالظبط بالحرف علشان يطلع من الصفر. اوكي، عندي الليسته دي وعارف تتعمل ازاي. لو اديتها له هل هيطلع؟ لا، لان السوق بقى مشبع مليان في 100 واحد زيك دلوقتي مثلا. يعني بدي مثل على الطبلة. لان الخلطه بتاعت ان انا اطلع ميوزيشن والميوزيشن ده يعمل فلوس ويتشهر possibly ويبقى، ما هو يعمل فلوس يعني هيلعب كتير، يعني لازم يبقى معروف انف، يعني لازم يبقى عنده سوشيال ميديا كويسه، يعني لازم يتعلم سوشيال ميديا اصلا، يعني لازم يبقى بيعرف يعمل ماركتنج، يعني لازم يبقى بيعرف يسعر نفسه مظبوط، يعني لازم يبقى بيعرف يبقى عنده كوميونيكيشن سكيلز ازاي هي وسيلز سكيلز ازاي هيجيب العميل ويخليه يدفع الفلوس عشان الهبل اللي هو بيعمله وهكذا.
ممكن اللي اقدر اقوله لك انك اتقن يعني في المزيكا بالذات انت محتاج تتقن السكيل بتاعتك لازم. وبعد كده روح بيع نفسك ببلاش، اعمل الشغل ده ببلاش as much as you can لاكتر زي اي عدد ممكن. فريلانسر، روح اه ابتدي اعمل حاجات ببلاش لحد ما كنت نزلت افراح ببلاش كتير. زمان كنت بنزل اهوب على اي اوتيل واخش اقول للعريس انا تبع الدي جي، واقول للدي جي انا تبع العريس. وبعدين لحد ما يعني كنت بقى بطبل فاروح اعمل كده، مش فاهم انا بعمل ايه اصلا، بلعب اي كلام. بس لحد ما مشيت ايدي وعرفت ان انا المفروض ابقى بعمل ايه اصلا عشان اليوم ما اخد 500 فلوس. جنيه على الفرح. مم. ابقى مستاهل 500 جنيه، ابقى بقدم بيها شيء، ما بقاش جاي بتعلم فيهم يعني. يعني اتعلمت في افراح ناس. ما اعرفهاش. فاكر اول فرح لعبت فيه؟ أم، اول فرح لعبت فيه كنت بصور الفرح ده، واتحايلت عليهم بقد كده علشان يرضوا يخلوني العب في الفرح، لان طبعا ما كانتش حاجه كومن خالص، مش حاجه موجوده اصلا. فايه يعني ايه تلعب طبله مع الاغاني؟ ايه الهبل اللي انت بتقوله ده؟ لا طبعا، لا 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 لا، بص شكرا، بيتهربوا مني وبتاع، لحد ما حطيتهم قدام الامر الواقع في الفرح وجبت طبله قد كده، وجبت كان مفيش حزام الموضوع ده، كنت جايب عارفه حزام الشنطه، شنطه ماما في البيت عندها حزام للشنطه، فخدته لون ابيض كده بالكليبسات وبتاع، جاي لفه على الطبله كده ونزلت الفرح، لعبت بالعافيه يعني. طيب هو ده اي فريلانسر يعني المفروض يعمل كده؟ لو هناخد ده ان هو لا يدي حاجات ببلاش في الاول، يدي حاجات ببلاش في الاول عشان يعرف يبني بورتفوليو، لان البورتفوليو بتاعك البرفورمانس بتاعك، وانك تطلع محتوى تطلعه للناس. بس انا عشان كنت اتكلمت معاك في الموضوع ده قبل كده، انت بتقول انه لو اي ميوزيشن المفروض يماستر سكيل ان هو يكون شاطر في المزيكا وبعدين يروح يبيع نفسه او كده. بس انت مش بتقول كده دايما، انت بتقول ان انت كنت ماركتير شاطر عشان كده عرفت تبقى برفورمر شاطر والناس تعرفك. انا حقيقه ما كنتش بلعب طبلة كويس مثلا لحد دلوقتي، انا يعني اي حد بروفيشنال انا جنبه ممكن ابقى مش اقوى حاجه، بس عرفت ازاي ابيع الحاجه اللي بعملها للناس. فاي فريمد مش في ان انا مش في شطاره الطبله ولا في الحركات اللعب اللي بتتلعب على الطبله مثلا، لا، في الكاركتر اللي بتلعب، في طريقه الاداء او البرفورمانس، في الانجيجمنت اللي بعمله معاهم، او في التفاعل اللي بتفاعله مع الناس، في السوشيال ميديا اللذيذه، في الترندي ميوزك او الترندز اللي بعملها مثلا على السوشيال ميديا مش عارف ايه. فدي الحاجات اللي ساعدت على البيع. كده اتكلمنا على فقره الفريلانسنج بتاعتك في العيش بتاعت الفريلانس، قد ايه لحد امتى؟ انا لسه فريلانسر لحد النهارده. بس يعني نقلت من فريلانسر لبزنس؟ ابتديت بزنس من سنه بالظبط. اوكي. ترانزيشن بقى اي حد عايز يكبر انه يفتح بزنس عشان ما يبقاش بيدي وقته بالفلوس، يعني انا وقتي مربوط بالفلوس، او وجودي او وجودي هو اللي مرتبط بالفلوس، مش وقتك انت الشخصي بس. يعني لو مارين مش موجود مش هناخد الحاجه. الترانزيشن ان انا اكبر في شغلي عامه، امتى قررت ان انت تترانزيشن من ان انت تبقى فريلانسر لان انت تبقى عندك بزنس؟ طيب هقول لك، من 3 سنين درست MBA، فادتني علم اكبر ازاي اطور في البيزنس او ازاي اعمل بيزنس بشكل مظبوط. فابتديت اطبق ده على طول دايركتلي في الطبله، فعرفت ان انا بكبر دلوقتي في الطبله، مش مجرد انا بروح العب، انا بعمل منها حاجات اكسترا تخليني اخد الموضوع بشكل بروفيشنال اكتر، فاقدر اكبره بقرارات بيزد اون الداتا اللي انا هقدر اجمعها، زي مثلا ان يبقى عندي سيستم حسابات مظبوط فيه كل حاجه بتحصل، واقدر اخد منها اخد منها statistics، وابص على جرافات، وابص على الارقام بتاعتنا، مثلا مده الشو اقدر اطولها ولا اقصرها، فيدباك الناس شكله ايه، فانا محتاج اعدل ايه في الشو، متوسط البيع في الشهور السيزون الفلاني محتاجه ايه، فانا محتاج اعمل ايه في مثلا في طريقه البيع او في الماركتنج بتاعي وهكذا. فكنت دايما عندي الحته ان انا عايز احول اللي بعمله لبزنس، دايما بدور ازاي انا هقلبه للحته دي. وكل ما اشتغل مع ناس او اوظف ناس كنت بفشل، كانوا بيمشوا، كنتش بعرف اتعامل مع موظفين، مع ناس بيشتغلوا معايا بكل امانه، عشان تعود انك تشتغل لوحدك على طول. تعودني بشتغل لوحدي وانا رئيس نفسي، والناس وانا بشتغل طول النهار بحب، يعني انا بحب كده، فعندي اعتقاد ان الناس كلها محتاجه تعمل كده برضو. عندي رأي فبقوله لهم، فهو لازم يتعمل.
قبل ما افهم ان الشخص ده محتاج يبقى ليه وجهة نظر، عشان هو محتاج يحقق نفسه، عشان هو محتاج يغلط ويتعلم. فكنت دايما عندي معتقدات كتيره بايظه وانا بشتغل مع الناس. ف فكنت دايما بفشل ان انا اكون شركه او ان انا اكون كيان. حتى من في وقت الكورونا انا فتحت شركه ماركتينج ما حدش عارفها، يعني ما اتكلمش عنها حتى ايفر، بس عملت منها فلوس كتير قوي في 3 شهور بس. يت ما كملتش لان اول ما شركتي كانت خلفت ساعتها، فما بقاش في شركه لان ما كانش في ناس يعتمد عليهم، لان ما كنتش عارف ابني كيان عدل. بعد ما اتعلمت بعد الفتره دي اتجهت لان انا عايز افتح بيزنس بقى. نفسي افتح بيزنس. حتى فتحت اشتري طبله دوت كوم وكنت ببيع طبل، وكان مشروع ناجح جدا ساعتها. بس برضو ما كنتش بعرف اتعامل مع الناس ازاي، ما كنتش بعرف اتعامل مع موظفين. وانا فخور ان انا بقول كده دلوقتي، لان دي حاجه انا بشتغل عليها دلوقتي بجديه، ازاي اقدر اتعامل مع الناس اللي بتشتغل معايا. فجات لي اول فرصه كبيره هي نانسي بيكس، ان انا اقدر اسوق للعيش اللي ماما بتعمله في البيت بطريقه لذيذه توصل لناس كتير، واقدر ازاي اعمل من ده فلوس. وبعدها ب3 اسابيع جت فرصه ان انا عملت مردود قوي من نانسي بيكس اونلاين على السوشيال ميديا، فازاي ممكن احول ده لبزنس. انا اقدر اعمل سوشيال ميديا ناجحه لاي شيء انا بفتحه. مؤمن بنفسي بده، بيزد اون الحاجات اللي حققتها قبل كده، سواء في بروفايلي الشخصي، سواء في المارين المصري فيلمز، او في نانسي بيكس، او لما بدي لاصحابي نصايح في يعملوا ايه في البيجز بتاعتهم مثلا. فحسيت ان انا عندي طريقه ممكن اشتغل بيها، ممكن اعمل بيها حاجه. فجيت انا ومنير صاحبي قلنا احنا ممكن نفتح شركه ماركتينج. وبعدين قلنا ماركتينج الناس كلها بتعمله، طب ما تيجي نخليها ريلز بس. فبعد نانسي بيكس باسبوعين 3 جبنا 2 موظفين، 2 نعرفهم، قلنا لهم انتوا هتبقوا الموظفين، ده السالري، تمام. مش عارفين هنعمل. حتى اول ريل نزلناه في البيج بتاع ذا ريل ريسيبي هو وظفنا 5 موظفين جداد ومش عارفين نجيب مرتباتهم منين، وبعدين بنضحك. وابتدينا نعمل شويه ريلز فيها هزار وبتاع، لحد ما الناس ابتدت تكتشف ايه ده انتوا بتعملوا ريلز، ايه ده انا عايز الموضوع ده. واحنا بنقنع الناس ان احنا عندنا الطريقه الريسيبي اللي بتعمل ريل ناجح. والموضوع علم كبير قوي، علم سايكولوجي، علم في الماركتينج، وخبره كبيره. فابتديت اطبق الكلام ده لحد ما عملت الشركه الثانيه او الثالثه دلوقتي اللي انا فيها، وهي ذا ريل ريسيبي. طيب انت شايف انه في سننا ده اتس بيتر او احسن ان احنا نشارك صحابنا او اخويا او كده عشان اعمل حاجه، ولا اعمل الحاجه لوحدي؟ عشان ده سؤال انا حتى بالنسبه لي انا ما بحبش اشارك حد مثلا. بحب حاجتي بس مخروبتي اعمل فيها اللي انا عايزاه. بعدين اكتشفت بقى ان هي مبقتش مخروبتي، بقت مخروبتي انا والتيم اللي معايا، عشان مش بتاعتي لوحدي خلاص. بس انا اللي ليا صاحبه القرار في الاول وفي الاخر. وما ان انت بتعرفش تتعامل مع ناس، عرفت انك تبقى شريك. والله بصي، الناس دايما انا كنت مقتنع طول حياتي اني ما ينفعش اشارك حد. لا، انا كنت مقتنع طول حياتي اني مش عايز اشارك حد، لان انا بحب الحاجه تبقى بتاعتي، بحب يبقى ليا القرار الاول والاخير في الموضوع. مفهوم. بس اكتشفت حاجه، ان اول ما بسيب البيزنس الفلاني بيقع، واول ما بسيب البيزنس التاني بيقع، والكلام ده اتكرر 2 3 4 في حياتي. يعني بعمل حاجه وبحاول اقومها، اول ما بسيبها بتقع. فابتديت اكون قناعه جديده اسمها انا محتاج شريك عشان يبقى قلبه على المكان. فبقى عندي شريك في 3 شركات انا فاتحهم دلوقتي. عندي شركه في ال3. بعد ما عملت الشراكات ابتديت اكتشف حاجه تانية، اني مش محتاج يبقى عندي شركه علشان الناس تبقى قلبها على البيزنس وتشتغل وانا مش موجود. اتس ا ماتر اوف تريننج كويس، تعامل كويس مع الناس، تقدير مادي معين، جروث للناس اللي موجوده، الزام بمسؤوليات، وشويه حاجات كتيره هتخلي الناس قلبها على الشغل غصب عنها، من غير ما يحسوا هيبقوا قلبهم على الشغل. بس اكتشفت ده من بعد ما بقى عندي شركه. طب هل انا ندمان مثلا على الشراكه؟ بالعكس، لولا الشراكه ما كنتش هعرف ان ده بوسيبل، كنتش هعرف اصلا افتح بيزنس.
لاني مش متواجد في اوقات كتير. فالشراكه هي اللي ساعدتني اصلا افتح الحاجات دي. بينما انا دلوقتي اتعلمت ازاي افتح حاجه من غير ما يكون معايا شركاء وتكمل وانا مش موجود. طيب انت يعني looks like ان انت فشلت في حاجات في البروسيس يعني، وقفلت وكده. اتعاملت ازاي مع الفشل؟ اتعاملت ازاي مع الرفض للحاجات اللي انت عايز تعملها من اللي حواليك؟ ما هو لما بتفشل بتثبت ان انت ما كنتش قد اللي انت قلت عايز تعمله. فدلوقتي لو حد قرر انا بعد الحلقة دي هبقى هاخد باث مش كل الناس هتكون بتشجعني عليه، وفشلت واترفضت من اهلي واللي حواليا ان انا لازم اعمل ده، طب اعمل ايه بقى؟ او عرفت التعدي ده ازاي؟ ان انا افشل؟ طب ما افشل. يعني هما في ناس بيسموا المرحله دي فشل، وفي ناس تانية بيسموها تعليم. فانا ممكن اعتبرها انا اتعلمت مش فشلت. اتعلمت عشان النهارده ده قادني ان انا بعمل حاجه تانية باللي اتعلمته قبل كده. فعشان كده دايما ماسك في الاكزامبلز الحاجات اللي انا وقعت فيها. اتعلمت في الحاجات دي علشان بالوقت اللي انا فيه النهارده اكون بعرف اعمل الحاجات اللي بعملها دلوقتي. اوكي. فانا ما اتعاملتش معاه لانه فشل خالص، فما اقدرش اقول انا اتعاملت مع الفشل ازاي لانه ما كانش فشل بالنسبه لي. واتعاملت ازاي مع الرفض دي اللي هي ايه؟ يعني ايه رفض ايه بالظبط؟ يعني دلوقتي انه لا انت يعني ان اللي حواليك ما يبقوش بيسبورتوا اللي انت بيرفضوا الفكره اللي انت جاي بيها، بيرفضوا الحاجه اللي انت عايز تعملها، زي ما قلت على اهلك مثلا في الاول. عندي ايمان كبير بوجهه نظري. اوكي. لاني شفت ان هي بتشتغل في اوقات كتير. اوكي. ومن غير ما اشوف ان هي بتشتغل انا عندي الايمان ده بنفسي. قد ما في الاول كان بيترجم لغرور، دلوقتي بيترجم لثقه كبيره بالنفس تخليني اقدر اعمل حاجه او اقدر احقق شيء. بقينا كنا بنتكلم على الشراكه. هسألك على حاجتين وهقسمهم. اول حاجه العلاقات كصحاب في العشرينات شكلتك ازاي، او اهميتها كانت ازاي بالنسبه لك؟ ممكن اقول ان الصداقه في العشرينات خلتني اقدر ناس بشكل مرعب، واحط الصداقات دي في حته معينه في قلبي فوق اي شيء. وانا صغير لما كنت بشتغل كان عندي مجموعه الصحاب اللي انا بقول لك ان هم شبهي دول، ودول كانوا ناس غاليين عليا قوي ساعتها. بس كان الشغل اغلى، ما كانش عندي اولويات في الحته دي. فبسبب الشغل حصل شويه حاجات جيت عليهم جم عليا، ما بقيناش صحاب. قطعنا فتره سنه سنتين ثلاثه حاجه زي كده. ودول كانوا ناس قريبين قوي ليا وكبرت معاهم. ما حسيتش تاني بالحياه بكلام حقيقي غير لما صلحنا المشاكل اللي كانت بينا. ويوم ما رجعنا نتكلم انا قلت مفيش اي حاجه هتيجي على صداقتنا. تتحرق الحاجه، يتحرق الشغل اللي يجي علينا. لو حصل اي حاجه في الشغل ينتهي الشغل واحنا اهم. اتمنى اكون قد الكلام ده، وان اي حاجه اتعرض لها فعلا ما تاثرش. في واحد صاحبي كنا بنشتغل مع بعض، وقلت تعهدت العهد ده، بس الموضوع محتاج يكون مشترك. الموضوع ما كانش مشترك ما بيننا. في الشغل للاسف جه على علاقتنا، والموضوع مجهود من الناحيتين زي اي علاقه. بس اتعلمت افاليو قوي صداقات معينه لازم اخليها في حياتي فوق اي شيء. اشمعنى حسيت بالحياه لما بقوا اصحابك معاك؟ ايه اللي كان ناقصك؟ مش عارف اقول لك ايه، بس بحس باحساس غريب قوي لما بلاقي ناس معينه حواليا بيحبوني لشخصي ولذاتي، مش لان انا مديرهم، مش لان انا بفيدهم في حاجه، مش لان انا مشهور مثلا، مش لان انا معايا قرشين، مش لاي شيء غير ان احنا بنحب بعض فعلا. اتكلمنا على الصحاب والشراكه في الشغل، الشراكه في الحياه بقى. دلوقتي انت شاب، هنعتبرك تلاتيني عشان نعرف انا وانت مقتنعين بعد 25 كانك في التلاتين. خلاص احنا في التلاتين دلوقتي، احنا مش في 25. ف شايف ده فين؟ في المفروض يكون فين في العشرينات؟ مش عارف انا المفروض العلاقات تبقى فين في حياتي دلوقتي، بس انا حاسس ان انا عملت حاجات كتيره قوي، وحاسس ان يمكن ده وقته. مين الشخص؟ ليه الشخص ده؟ هعرف اكمل مع الشخص ده ولا لا؟ هشتغل على نفسي ازاي وهو هي تشتغل على نفسها ازاي؟ وحاجات كتيره قوي هي اللي هتحدد
اذا كان ده فعلا الوقت المناسب ولا لا. بس انا يمكن خلصت حاجات كتير اللي المجتمع بيقولوا ان انت لما بتخلصها بتبقى وقت الجواز عندك، فانا يمكن ده الوقت. شايف ان الجواز سوشيال بريشر اكتر مما هو حاجه المفروض تكون واخد يا لها نهار قرار؟ اسود، ده ما فيش حاجه قد السوشيال بريشر بتوقع جوازات الناس كلها، واللي بتخلي نسب الطلاق في السماء. لان انا فجاه السنه اللي فاتت كل اصحابي اتجوزوا، كلهم، مش فاضل غير 2 3 مرتبطين وهيتجوزوا السنه الجايه بس. وبقيت بلاقي ناس غريبه جدا بترتبط ببعض بعاد كل البعد عن بعض علشان اللي حواليهم بيرتبطوا، وهم حاسين ان ده الوقت برضه، فهم بيجربوا يتكلموا ايه ده تمام، يلا نتكلم، يلا نرتبط. الضغط المجتمع ده، ضغط المجتمع بيبوظ ناس كتير وبيطلع عيال مشوهه علشان اهاليهم مش عارفين هم اتجوزوا ليه. فانا انا مارين، انا مضغوط اجتماعيا ان انا اتجوز دلوقتي، انا مضغوط من البيت ان انا اتجوز دلوقتي. امي بتصحى تعمل لي سندوتش وتقول لي هتتجوز امتى يا ابني. فبالنسبه لها 28 سنه انت متاخر في الجواز، ماما عايزه تبقى تيتا دلوقتي. عشان اعتقد عشان شايفه ان هي مش ناقصك حاجه. فانت لو انت مش ناقصك حاجه زي ما انت قلت، بالتالي اللي فاضل انت نفسك قلت كده، اللي فاضل ان انا اتجوز. ف طالما انت شايف كده انا عملت كل حاجه انا عايزه اعملها، فاضل انا اتجوز. انا بالكم ان انا انت حتى جمال مارين نط من الطياره 100 وكام مره، 130 مره، وانت اصلا مخلص طيران عشان مخلصنا السي في يعني طيار. يعني الست عندها حق. اعتقد احنا وصلنا لاخر حته في الحلقه، بس قبل ما نعمل اخر حاجه بنديك كارد انت تكتب فيه نفسك حاجه في الثلاثينات بقى عايز تبروميس نفسك بيها، عايز تقولها لنفسك تفتكرها، نصيحه لنفسك يعني وات ايفر. خصوصا انت خلص يعني انت قربت على 29، تاخد الكارد وتقرا لنا في الاخر تكتب لنفسك ايه. ده اللي عايزه اعمل ايه؟ يا اما نصيحه لنفسك، حاجه عايز تفكر نفسك بيها، عايز تقولها لنفسك بعد 30 سنه، عايز توعد نفسك بيها لبعدين، عايز تفضل فاكرها. ومارين بيكتب لنفسه الحاجه في 30. عايزين نشكر الكولابوريشن بتاعه الحلقه دي، ان احنا نكون بنصورها في ديزايني وموكا سبيسز، مكان فيه كل الحاجات اللي انتوا ممكن تكونوا محتاجينها كشغل، كوفي، قعده حلوه في ديزاين. موضوع فيه حاجات كتير قوي يا جماعه، فرنتشر، اتس هول كونسبت بجد جميل قوي. فمبسوطين ان احنا كنا هنا النهارده، ونشوف بقى مارين بيكتب موضوع خطك حلو في العربي. دي حاجه غريبه مش عارفه ليه، تقريبا تلاقيه مش حلو. حسيت ان انت مش هيبقى خطك حلو في العربي. انا خلصت. اقراها لنا. عايز الثلاثينات تكون وقت مختلف، مش زي الوقت اللي فات. في العشرينات كبرت، وفي الثلاثينات عايز اكبر ناس تانية زي شريكة حياتي او موظفيني او اصحابي، وعايز اغير اهدافي خالص وما تبقاش كلها حوالين الشغل، بس يبقى في حاجات تانية ليها قيمة مختلفة، وتكون هادية شوية عشان كفاية جري والله، ريح شوية. نايس. ودي كانت اخر حاجة في الحلقة. هنبص الكاميرا وتقول لهم ما ينسوش يعملوا بسط. بس الاول انبسطت، كانت حلوة. جود جوب. شكرا، ثانك يو. بص هنا، انا تنسوش تعملوا لايك، سبسكرايب، وشير الحلقة، وتفعلوا زر الجرس عشان اي حلقة تنزل ما تفوتكوش. وهتلاقونا على كل منصات البودكاست لو عايزين تسمعوا الحلقة مش بس تتفرجوا عليها. اشوفكم الحلقة الجاية. باي.